السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله نحضر مع بعض اقوى وصفة بتعمل على تبييض الوجه بشكل فعال جدا جدا وبمكونات بسيطة الى ابعد الحدود. الوصفة دي بتدي نضارة وحيوية للبشرة، بتدي تفتيح حتى لو انتي بشرتك قمحوية او حنطية، بتدي تفتيح بسيط ليها، بتدي نضارة غير طبيعية. بتبيض بشكل رهيب. مش قصدي تبيض ان هي يعني هتحولك من سمرة لفاتحة، لا، هي بس بتدي نضارة وتفتيح لو في بقع في الوجه، في اسمرار بسيط حصل بسببه بقع او اسمرار حوالين الفم. طبعا كل الحاجات دي بتدي شكل مش لطيف خالص في البشرة. الوصفة دي بتوحد لون البشرة جدا، وكمان بترطب الوجه بشكل فعال. كل مكونات الوصفة اللي احنا محتاجينها هي عبارة عن نص معلقة من النشا، نص معلقة كبيرة من النشا، ومعلقة كبيرة من ال اي كريم مرطب عندك، ويفضل كريم جونسون. كريم جونسون ليه؟ لانه بيبقى رطب جدا، لان انا هحطه على بشرتي كوصفة. وكمان خفيف على البشرة، ده انا بحب فيه ان هو بيبقى خفيف على البشرة، ما بيبقاش تقيل. فممتاز جدا. لو حابة انت عندك تحطي اي كريم نيفيا، اي كريم ايفا، اي حاجة بس تكون سوفت شوية، ما تكونش تقيلة قوي. تقيلة قوي زي مثلا كريم نيفيا الازرق ده بيبقى تقيل قوي، فبلاش ده. ممكن نحطه بعد الوصفة عادي ان احنا نرطب بشرتنا، لكن مع الوصفة هيبقى صعب، هيبقى تقيل قوي على البشرة. زي ما قلت نص معلقه من النشا ومعلقه كبيره من الكريم المرطب بتاعي، وببتدي اقلبهم كويس جدا جدا جدا. تمام. ولو عندك بودرة اطفال هنبتدي نضيف برضو نص معلقة، بس لو ما عندكيش مشكلة، مش مشكلة خالص، يبقى نص معلقة من نشا ومعلقة كبيرة من اي كريم مرطب عندك. ببتدي اعمل ايه؟ ببتدي اكون منضفة بشرتي كويس جدا، ويفضل ان انا اعمل لها تقشير عن طريق لو عندي مقشر، تمام. لو ما عنديش بجيب نص معلقة من القهوة، قطرات بسيطة من الزيت بحيث ان انا اقلبه. ولو بشرتنا دهنية هنحط بدل زيت الزيتون مثلا او زيت جوز الهند آم، قطرات من عصير الليمون، تمام. ونص معلقه من السكر، ده المقشر بتاعنا. قلبناه كويس جدا، حطيناه على بشرتنا مع التدليك لمدة 5 دقايق. بعد كده بشطف بشرتي، بنشفها كويس. بعد كده ببتدي احط الكريم بتاعي او الماسك بتاعي اللي هو النشا مع الكريم المرطب، ببتدي احطه على بشرتي لمدة 30 دقيقة. وبعد ال 30 دقيقة ببتدي اغسل بشرتي، وبلاقي زي ما قلت فرق ملحوظ جدا في بشرتي. من اكتر الوصفات اللي انا بحبها شخصيا، لانه بيعمل على تفتيح البشرة بدون اي ميك اب او كريم اساس، كمان بيرطب البشرة بشكل فعال. بنستخدمها 3 مرات في الاسبوع، والمقشر بنستخدمه مرتين فقط في الاسبوع، مرة في اول الاسبوع ومرة في اخر الاسبوع، علشان نقدر نستفيد من اكبر قدر ممكن من الماسك بتاعنا، والبشرة تتنفس وتقدر تستقبل كل الزيوت او كل الماسكات اللي انا بحطها. لان في بنات كتير بتقولي ان انا حطيت الماسك وما عملش معايا نتيجة. ده بيبقى بسبب ان في جلد متراكم وخلايا وكده، فمتراكمة على البشرة، ما بيبقاش فيه تنظيف عميق للبشرة. ما بنعملش مقشر للبشرة كل اسبوع مرتين او مرة واحدة في الاسبوع على الاقل يعني. فدي من الحاجات المهمة جدا اللي بتأثر في عدم ان الماسك يستجيب، بشرتي تستجيب للماسك. دي كانت وصفتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك عشان يوصل لاكبر عدد من البنات تستفيد منه. كمان تشتركوا لي بالقناه عشان يوصلكم كل جديد اول باول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.